السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. لو اول مرة تشوفيني معاكي اختكم مكرمة صاحبة قناة ماما كوكي، ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. كنت عايزة ارحب طبعا بالناس الجديدة في القناة، شرفتوني ونورتوني ووجودكم على راسي من فوق. خشوا سيبولي تعليقات وكومنتات عشان اخش ارحب بيكم. بصوا بقى، معايا حلة على النار سخنة جدا نزلت فيها بالفرخة بتاعتي دي، ورحت نازلة ببصلاية وشفشق صلصة كده زي ما انتوا شايفين، وهسيب الفراخ تاخد غلوة بالصلصة والبصل. هحط عليها ملح وفلفل وهسيبها بقى تاخد غلوة بالأكل بالبهارات والملح والفلفل. بالبهارات الملح والفلفل والصلصة والبصل. هسيبها تاخد غلوة، بعد ما تاخد الغلوة بتاعتها هنشوف هنعمل ايه ونكمل. المهم زي ما قلتلك ما تنسينيش بلايك، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، اللي بيحسسني ان الفيديو عاجبك. يا رب اكون خفيفة على قلبكم. الفيديو ده ما كانش في رمضان، الفيديو ده من قبل رمضان، كانت عزومة قبل رمضان وانا ما كنتش نزلته، فقلت انزله معاكم بقى بما اني يعني ايه فاضية كده. تمام. المهم زودت بقى الصلصة كده والفراخ بتاعتي مية سخنة يعني، مش ضروري مية سخنة يعني، بس انا كان عندي مية سخنة مولعة عليها فقلت ماشي تمام. وكنت بغلي لبن على العين التانية اهوت. ودي كانت عزومة قبل رمضان طبعا. يعني الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها في البلد والغلاء دوت، فانتي مش هتعزمي حد غير على فراخ يا جماعة مع انها ماهيش رخيصة برضه يعني. جبت بقى بعد كده خلاص، ولعت على الفراخ بتاعتي وسبتها بقى تغلي وتاخد وتدي مع نفسها كده. جبت بصلاية كبيرة وابتديت ان انا اقطعها كده مكعبات، بس مكعبات كبيرة، انا عايزاها مكعبات كبيرة. وهقطع برضو واحدة رنشات بحيث ان انا ايه ابقى يعني اخدت كل اللي انا عايزاه. تمام. دول كانوا بصوا 3 بصلات، بصلتين مكعبات كده عريضة، وبعد كده بصلة. تمام دواير. فاهمين انا لسه صاحي من النوم يا جماعة ومناش مجمعة. زي ما قلت لكم، اللي مركز معايا هيعرف ان الفيديو ده قبل رمضان، عشان كان بصوا المفرش الرمضاني ما اتفرش. وانا عشان صريحة معاكم بحب اصارحكم بكل حاجة. تمام. المهم بعد ما خرطت البصل بتاعي كده، هجيب كمان البصلاية اللي هخرطها طرنشات، يعني هخرطها بس طرنشات رفيعة. تمام. اللي مخرطة بصل كتير كده عشان انا هعمل صينية كبيرة او صينيتين من النوع يعني الطبيخ اللي انا هعمله. تمام. زي ما قلت لكم بقى، انا لسه صاحيه من النوم مش مركزه. المهم يا جماعه بالله عليكم حطوا اللايك، اللايك اللي بيأكد لي ان الفيديو عجبكم بيخليني استمر. زي ما انتوا شايفين كده البطاطس كان هما بقى مقطعينها لي وهم قاعدين يعني، فرحت انا بقى جايباها كده، بس لقيت الصينيه صغيره معايا، فهنقل الحاجه بقى دي كلها في بلاستيك لحد ما اقلب الخضار بتاعي، وبعد كده ارجع احطه في الصينيه تاني. جبت بقى كوستين، عندك كوستين هاتي، عندك جزرتين هاتي، بسلة، فاصوليا، اي حاجة تنفع تتحط في صينية الخضار بتاعتنا حطيها، هتطلع معاكي احلى صينية خضار ممكن تكوني عملتيها قبل كده. جميلة جدا، هتعجبك جدا وهتعجب كل اللي اكلوها من ايدي. قرن فلفل سبايسي بقى يعلي معانا التست كده ولا ايه؟ يلا بينا. اهو زي ما انتوا شايفين كده قطعته اهو، كمان هبتدي بقى ان انا اقلبها كده. ماشي. وبعد كده بعد ما اقلبها هرجعها في الصواني تاني. تمام. بس عشان اتأكد ان كل صينية اخدت من كل الخضار. شايفين بقى جمال الالوان وحلاوتها؟ بصراحة كانت صينية خضار الف هنا وشفا للي كان ليه نصيب ياكل حاجة منها يعني. جبت بعد كده الصواني بتاعتي بقى وافضي الخضار بتاعي. تمام اهو زي ما انتوا شايفين. يلا بينا كده. بصوا كل حاجة داخلة في بعضها وكل حاجة متقلبة كويس جدا اهو زي ما انتوا شايفين كده. تمام. خشي بقى خدي لفة في القناة بتاعتنا هتعجبك قوي، فيها فيديوهات حلوة وبسيطة وخفيفة. فيها فكرات اقتصادية كتير جدا. صدقيني مش هتزعلي لو او هتندمي ان انتي تخشي تاخدي لفة في القناة بتاعتنا. قناتنا حلوة وهتعجبك جدا. هنا خلاص كنت خلصت صينيتين الخضار والفراخ معايا على النار. لسه كمان عايزة اعمل الرز. تعالوا بس نكمل صينيتين الخضار. معايا بقى كيس صلصة من اللي انا مفرزاه، هجيبه كده ازود بيه البطاطس بتاعتي يعني والخضار دوت، عشان خاطر ادخلهم الفرن ياخدوا سوية. وبعد ما يستووا ما هو منزله حاطه الفراخ عليهم على الوش من فوق كده تاخد لون، بحيث ان انا ايه محمرهاش يعني، والزيوت هتبقى ياما وكده، لا هي تاخد لون في الفرن احسن
يعني أحسن وأصح وأفيد. تمام، أنا مش عارفة أنا فضلت كل ده قدام يعني أنا تقريبا نسيت الكاميرا شغالة ولا ايه. اهو زي ما انتم شايفين كده الصلصة بتاعتي كانت فكت يعني شوية. هفضيها بقى كده على الاتنين وهزود الاتنين شوربة او مية عادي مفيش مشكلة، بس لو عندك شوربة حطي. تمام. انا كنت ضاربة طماطميتين كمان فريش ورحت مكملة بيهم صينية البطاطس كده عشان انا كنت عايزاها حمرا بقى كده، ويعني فاهمين اكيد فاهمين. المهم ابتديت بقى ان انا اقلبها كده يعني تقليبه بايدي واحط لها بقى بهاراتها اللي هو عباره عن ملح وفلفل وسبع بهارات. انا عامله الاكل النهارده بصوا هقول لكم على حاجه بقى، يمكن مش عارفه انتم ملاحظينها يعني معايا في القناه ولا لا. انا لما بيبقى جايلي ضيوف ما بحبش احط نوع بهارات يكون مثلا ايه زي القرفه مثلا، في ناس ما بتاكلش القرفه. ما بحبش احط نوع بهارات يكون في حاجه زياده، بحب اعمل الاكل الطبيعي اللي الناس متعوده عليه علشان يتاكل. يعني ما فيش مثلا ضيف يكون نفسه في الحاجه دي مثلا ويجي ياكل منها يلاقيها طعمها مثلا القرفه زياده، البهار زياده، فما ياكلش. فاهميني؟ فلما باجي اعمل اكل لضيوفي بستعمل 3 حاجات مثلا او 4 حاجات بالكتير، مش بهارات ياما، يعني ممكن مثلا ملح وفلفل وكمون، ملح وفلفل و7 بهارات كده. ماشي. اما لما باجي بقى استعمل لبيتي انا يعني مثلا للي عايشين معايا في البيت، لا ببدع زي ما انا عايزه وبحط اللي انا عايزاه وكده، بحيث ان انا عارفه ان هم اللي انا هعمله هيتاكل. فاهمني؟ انا عارفه هما بيحبوا ايه وبيكرهوا ايه. المهم هنا بقى ضيوفي كانوا وصلوا وكنت غيرت على فكره، انا كنت الاكل كله عامله الساعه 11 الصبح على التسخين بس لما ضيوفي يجوا عشان اقعد معاهم. غيرت بقى كده ولبست العبايه الحمرا ديت الحلوه بتاعتي، كانت لسه جديده يا جماعه على فكره. وغرفت اكلي بقى بصوا احمرت برضو على وش الفراخ زي ما قلت لكم، وعملت مكرونه لسان العصفور ودسيت رز بس ما صورتوش معاكم، اصل يعني دست الرز مش عايز ابتكار يعني. وكانت اكله زي العسل، الف هنا وشفا على قلوبهم يا رب، ويا رب يكون فيديوهاتي بتعجبكم. الف هنا وشفا للي كان ليه نصيب ياكل اي حاجه من الاكل الحلو دوت. شايفين بقى صينيه الخضار تحفه ازاي، والفراخ اهيت واخده شكل القلي وفي نفس الوقت مش مقليه، فواخده يعني واخده الجوده الصحيه العاليه. عملت بقى لسان العصفور زي ما انتوا شايفين كده، بدل الشوربه مثلا ما احط شوربه كده لا احط شوربه لسان العصفور. تمام. وهغرف الرز معاكم دلوقتي اهوت. شايفين بقى الجمال والحلاوه. ايه رايكم؟ قولوا لي بقى ايه رايكم. بعد كده بقى هطلع صينيه الرز كمان من الفرن وابتدي اغرفها. شايفين بقى الجمال والحلاوه، تحفه 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 كده يا جماعه. زي ما قلت لكم بحب لما بيجيني ضيف اعمل الحاجه اللي هو عارفه ان هو هياكلها، انما ما اعملش حاجه ابقى مثلا يعني مجدده في حاجه او عامله مثلا ايه رز يعني مثلا اقل حاجه هو الرز، ما بقاش عامله رز بالقرفه والليمون والحاجات ديت وفي الاخر ما يتاكلش، ما انا مش عارفه ضيفي بيحبه ولا لا. فاهميني؟ وكانت العزومه دي قبل رمضان مش في رمضان خالص، بس حبيت اشاركها معاكم. انتوا اهلي وعيلتي واخواتي واصحابي، بحب اشارك معاكم كل حاجه بتفيدوني. ربنا يبارك لكم يا رب. واللي عندها كومنت حلو بتقوله بستنى كومنتاتكم وبحب اقراها كلها وبحب ارد عليها كلها. بصوا كده كانت سفرتي جهزت خلاص، وهحط بقى السفرة وارص عليها. استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.